السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا لاباس وتكونوا بصحة جيدة وعافية، امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. هاد النهار غادي نحضر معكم واحد الطلبيه ديال البريوات والسيجار بحشوات مختلفه. لواحد الاخت طلبت مني ندير لها 12 حبه ديال البريوات و12 حبه ديال السيجار بحشوات مختلفه. نتمنى يعجبكم الفيديو وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج هنا طنجرة الضغط اللي درت فيها شوية ديال الزيت وايضا الدجاج. بالنسبة للدجاج انا قسمته على جوج، درت غير النصف والنصف الاخر خليته. نتوما يمكن لكم تنقصوا او تزيدوا بالدجاج، نتوما والاختيار ديالكم. وضفت البصل، جوج حبات ديال البصل اللي قطعتهم الى قطع صغيره، وايضا ضفت الثومه اللي حكيتها في الحكاكه اليدويه. بالنسبه للعطريه ضفت البابريكا او التحميره، الخرقوم او الكركم، الفلفل الاسود، الزنجبيل، قليل من بودره الثومه، وايضا العطريه ديال البستيله، وقليل من عطريه ديال الدجاج، وشويه ديال الملحه. وايضا ضمت البنه ديال زعفران الحر بمذاق ديال الدجاج. وايضا ضفت البقدونس اللي قطعته الى قطع صغيره. غادي نحط الطنجره على النار وغادي نخليها تشحر شويه، غير واحد شويه، لحقاش انا غادي هاد الدجاج غادي نديرو في طنجره الضغط. الا ما درتوش في طنجره الضغط ضروري تخليوه يعني يتشحر شويه لكم مزيان باش تدخل فيه هذيك العطريه وباش يطيب لكم الدجاج. لكن انا غادي كما كتشوفوا غادي نطيبو في طنجره الضغط. وايضا ضفت هنا الليمون مصير كما كتشوفوا، ضفت غير واحد النصف ديال الليمونه المصيره، وضفت الماء يكون غليان، ضروري الماء يكون غليان. وغادي نقفل على الكوكوت ونحط الصفاره. بعد ما تصفر ليا نحسب 20 دقيقه، لحقاش هاد الدجاج شويه كبير، فيه 2 كيلو ونص. الا كان الدجاج فيه غير كيلو ونص تحسبوا غير 15 دقيقه، يعني تخليوه يطيب غير 15 دقيقه. لكن الا كان الدجاج كبير في حالي اللي درت انا تخليوه 20 دقيقه باش يطيب لكم مزيان. بعد ما طاب ليا خليته 20 دقيقه، يعني تحسبوا بعد ما تصفر الصفاره تحسبوا طاب ليا. كما كتشوفوا فتحت عليه وهزيت فتحت على طنجره الضغط، هزيت الدجاج. دابا غادي نخلي المرق يطيب ليا، وغادي نضيف عليه ملعقه صغيره ممتلئه ديال القرفه وملعقه كبيره ديال العسل. يمكن لكم تعوضوها بملعقه ديال السكر. وغادي نخلي الدغميره ديالي حتى تعسل مزيان مع التحريك المستمر. يعني هاد كتعرفوا باللي الدغميره راه ضروري مع التحريك المستمر باش ما تحرقش لكم ما تلصقش لكم. وايضا ضفت 2 معالق كبارين ديال الزيتون، الزيتون الاخضر مقطع الى دوائر. غادي نخلي الدغميره طيب مع التحريك المستمر حتى تشرب ليا المرق ويبقى فيها غير الزيت. غادي نرجع للدجاج كما كتشوفوا بعد ما برد ليا شويه. غادي نفرتو كما كتشوفوا، فرتو كامل ومن بعد نقطعو بالمقص. غادي نقطعو بالمقص هكا كما كتشوفوا الى قطع صغيره، ما يكونوش صغارين بزاف وما يكونوش كبارين. يعني كما كتشوفوا راه الفيديو كيوضح لكم كل شيء. بعد ما كملت معكم فرتة الدجاج غادي نخلي على جنب. دابا غادي نفزق معكم الشعريه الصينيه، نرقدها في الماء يكون غليان، ضروري الماء يكون غليان. غادي نخليها ترقد في الماء يكون غليان، نضيف عليها شويه ديال الملحه مده 10 دقائق. غادي نخليها 10 دقائق. غادي نرجع للدغميره مع التحريك المستمر حتى تغمر ليا وتعسل ليا كما كتشوفوا معايا. وضروري التحريك المستمر وتراقبوها باش ما تحرقش لكم وما تلصقش لكم كما كتشوفوا.
بعد ما شربت ليا المرق نشف، يعني ما بقاش فيها المرق، بقى فيها غير الزيت. بعد ما تحسوا باللي الزيت طلع على الدغميره عاد تطفيو عليها. بعد ما ترقدت ليا الشعريه الصينيه وتصفيتها من الماء ديالها وقطعتها بالمقص، كتعرفوا باللي راه الشعريه شويه كبيره، ضفتها على الدجاج وغادي نضيف الدغميره كما كتشوفوا اللي كتجي معسله وكتجي رائعه جدا جدا. كما كتشوفوا راه البريوات الا بغيتو يجيكم يعني لذاذين ضروري تكثروا شويه ديال البصله. راه هذيك البصله من كتدغمر كتولي معسله وكتعطينا واحد البنه رائعه للبريوات. يعني هاد الحشوه كتجي رائعه جدا جدا. غادي نخلط مزيان حتى تجانس الدغميره مع الشعريه الصينيه والدجاج. كما كتشوفوا انا بدلت الاناء يكون شويه كبير باش ناخذ راحتي في التحريك، باش هذيك الدغميره تقص جميع الجهات ديال الدجاج وديال الشعريه. غادي نخليها على جنب وغادي نخلي الحشوه تبرد مزيان مزيان. ضروري تخليوها تبرد مزيان مزيان، نعطيوها الوقتها في البروده. دابا غادي نوجد معكم الحشوه الثانيه ديال السيجار اللي غادي نحتاج فيها 2 حبات ديال البصل اللي قطعتهم، وايضا 2 حبات ديال القرعه الخضراء اللي حكيتهم، و2 حبات ديال الجزر اللي حكيتهم، وشويه ديال الثومه والبقدونس، وايضا الكفته. بالنسبه للكفته يمكن لكم تعوضوها بلا دانت او صدر الدجاج، نتوما والاختيار ديالكم. يعني طحنوا صدر الدجاج، طحنوه او تشريوه هكا، راه كيتباع هكا فحال الكفته في المحل. نتوما والاختيار ديالكم. حطيت المقلاة على النار وحطيت فيها الزيت وضفت البصله والجزر، هما اللي سبقتهم في الاول. كتعرفوا باللي البصل والجزر كياخذوا شويه ديال الطياب، لهذا هما سبقتهم. بعد ما حسيت بهم دخل فيهم الطياب ضفت الثومه وايضا القرعه الخضراء كما كتشوفوا معايا. غادي نخليهم يطيبوا مع بعض مع التحريك المستمر باش ما تلصقش لكم الحشوه. وغادي نضيف الكفته كما كتشوفوا. الكفته دائما خليوها في الاخر، راه الكفته يعني بسرعه كطيب. وكما قلت لكم يمكن لكم تعوضوها بالكفته ديال بالصدر الدجاجه، راه كتباع. الا ما يعني عندكم الصدر الدجاج في الدار يمكن لكم تطحنوه في الهاشوار يولي فحال الكفته. المهم بعد ما حطيت الكفته معكتها مزيان وفلترتها كما كتشوفوا حتى تولي لي فحال هذا الشكل. غادي نضيف العطريه. بالنسبه للعطريه نفس العطريه اللي حطيتها في الدجاج غادي نحطها ايضا في الحشوه ديال الكفته. احتاجيت السكينجبير، التحميره، الخرقوم، العطريه ديال البسطيله، العطريه ديال الدجاج، شويه ديال الملحه، الفلفل الاسود، وايضا شويه ديال الثومه البودره. وايضا غادي نضيف ضمه البنه ديال الشعري عفوا ديال زعفران الشعره. اسمحوا لي كنت بغيت نقول لكم الشعريه، بغيت نقول لكم زعفران الشعره نسيت. المهم ما كاين مشكل. بعد ما تشحرت ليا الحشوه يعني دخلت فيها العطريه، غادي نضيف البقدونس وايضا الزيتون اللي قطعته الى قطع صغيره. وغادي نحرك مع التحريك المستمر كما قلت لكم باش ما تنشفش لكم عفوا باش ما تلصقش لكم الحشوه. اسمحوا لي. بعد ما تحسوا باللي الحشوه نشفات، ضروري خصها تنشف من الماء ديالها، ما يبقاش فيها المرق، يعني يبقى فيها غير الزيت. غادي نضيف واحد الملعقه صغيره ديال القرفه وواحد الملعقه صغيره ديال العسل، نصف ملعقه صغيره ديال القرفه، ملعقه صغيره ديال العسل، او يمكن لكم تعوضوها بالسكر الا ما عندكمش العسل. كتعطي واحد البنه رائعه جدا جدا لهاد الحشوه. مع التحريك المستمر كما قلت لكم بعد ما تحسوا باللي الحشوه بدات كتنشف، يعني ما بقاش فيها المرق، فقط بقى فيها غير شويه ديال الزيت، عاد ضيفوا الشعريه. بالنسبه للشعريه انا فزكتها في الماء، بعد ما ترقدت لي 10 دقائق صفيتها من الماء ديالها وقطعتها، وكما كتشوفوا ضفتها على الحشوه. وغادي نخلط مزيان حتى يعني الحشوه تقاس جميع الجهات ديال الشعريه.
ومن بعدها غادي نكب الحشوه في واحد الصحن يكون شويه عميق ونخليها تبرد. الحشوه ضروري تخليوها تبرد مزيان مزيان، يعني هاد الحشوات بجوج تخليهم يبردوا مزيان. هاد المرحله مهمه. بعد ما بردوا ليا مزيان دابا غادي نبدا نخدم معكم. اول حاجه غادي نبدا بها هي نخدم معكم البريوات. احتاجيت هنا نصف كيلو ديال الورقه. انا من مشيت المحل جبت كيلو ديال الورقه، قلت له قسمها ليا، واحد النصف ديرو بوحدو واحد النصف ديرو بوحدو باش يسهل معايا من كنشكل. يعني النصف الثاني غادي نشكل منه السيجار، وهذا النصف غادي نشكل منه البريوات. كما كتشوفوا انا كنعبر غير باليد ديالي، كتجيني الورقه مقاده. وخاصه المبتدئات الا بغاو يعني تجيهم الورقه مقاده فحال يقدروا تعبروا غير باليد ديالكم، غير يعني غير بالاصابع وتجيكم هي هذيك. دابا غادي نبدا نخدم معكم ونحشي معكم الحشوه. بالنسبه للورقه ضروري الورقه تكون طريه، يكون احسن. الجهه اللمسه كتكون لتحت، والجهه الحرشه كتكون فوق. يعني الجهه الحرشه هي اللي كتحشيو بها الحشوه كما كتشوفوا معايا، هي اللي غادي نحشي بها الحشوه. اما الجهه اللمسه تكون لتحت. غادي نحتاج هنا الزيت اللي مخلطه مع التحميره. بالنسبه لهذا الزيت غادي نحط 2 معالق كبارين ديال التحميره في واحد الفنجان، وغادي نكب عليها الزيت وغادي نخليها ترقد. الزيت غادي نخليها ترقد في التحميره مده على الاقل 15 دقيقه. بعد ما تحسوا باللي الزيت طلعت على التحميره تصفيوها، يعني تحطوا الزيت بوحدها وهذيك التحميره تخليوها بوحدها. الغرض ديالنا حنا بغينا غير الزيت، وهذاك الزيت اللي غادي تدهنوا بها الورقه الا بغيتوا. هاد الطريقه زوينه بزاف باش البريوات يجي فيهم واحد اللون زوين. دابا غادي نحشي معكم. انا كنحط هنا ملعقه ديال الحشوه. وبالنسبه للحجم ديال البريوات هي بغاتهم متوسطين كما كتشوفوا. يعني هادو متوسطين راه 5 دراهم الوحده. الا در يعني الحجم ديالهم شويه كبير كيكون الثمن ديالهم 10 دراهم. نتوما يمكن لكم ديروهم كبارين. راه هي طلبت مني 12 حبه ديال البريوات ديال الدجاج، و12 حبه ديال البريوات ديال السيجار ديال الكفته. غادي نحشيهم كاملين. وضروري بعد ما تحشيهم تحطوهم في شي صحن وتخليهم ينشفوا مزيان مزيان. راه هاد المرحله مهمه جدا، ضروري تخليو الورقه تنشف. يعني بعد ما تحشيو الورقه على شكل البريوات تخليو البريوات يعني في شي بلاطو، وتفتحوا عليهم النافذه او السرجم وتخليهم ينشفوا. ضروري الورقه خصها تكون ناشفه باش ملي كتحطوهم في الفرن ما يتفرقعوش ليكم. هاد المرحله مهمه جدا. بالنسبه ليا انا هي كانت بغات الطلبيه في اليوم الاثنين. انا خدمت هاد الطلبيه خدمتها في نهار الحد وطيبتهم في نهار الاثنين مباشره. بعد ما طيبتهم يعني عطيتها الطلبيه. دابا غادي نوجد معكم السيجار. غادي نحتاج نصف كيلو الثاني ديال الورقه. وضروري الورقه ملي كتقطعوها تغطيوها بلاستيك، بشي بلاستيكه او السلوفان باش ما تنشفش لكم. هاد المرحله مهمه. غادي نقطعها كما كتشوفوا. بالنسبه للحجم ديال السيجار غادي يكونوا متوسطين. ونفس الشيء حتى السيجار، يعني بعد ما تحشيوه تخليوه ينشف. ضروري كما قلت لكم تخليو البريوات والسيجار تخليو ينشفوا حتى تحسوا باللي الورقه بدات كتنشف. وكما قلت لكم بالنسبه ليا انا هاد البريوات والسيجار انا حشيتهم في نهار الحد. بعد ما حشيتهم خليتهم نشفوا مزيان، والله العظيم الا فتحت عليهم السرجم
وخليتهم نشفوا. بعد ما حسيت باللي الورقه نشفات، يعني نشفات، من بعدها غطيت البريوات والسيجار، غطيتهم بالسلوفان مزيان، ضروري تغطيهم مزيان، ودخلتهم للثلاجه لتحت، ماشي الفوق، ماشي في المجمد، لا غير لتحت. وفي الصباح مباشره خرجتهم من الثلاجه، طيبتهم، يعني كيبقاو بالشكل ديالهم، ما كيتفرقعوش، ما كيتخسرش الشكل ديالهم. هذه غير معلومه ونصيحه نتمنى تستافدوا منها. يعني دائما ملي كتحشيو البريوات او السيجار تحطوهم في شي بلاطو وتخليو الورقه حتى تنشف ليكم، يعني تخليو الورقه ديال السيجار والبريوات تنشف تولي ناشفه. الى يعني هذيك السيده بغات الطلبيه يعني بسرعه، يمكن لكم تطيبوهم مباشره، او يعني ديروا في بحال اللي درت انا، يعني تحشيوهم قبل باليوم، تخليوهم ينشفوا، تعطيهم وقتهم باش ينشفوا، من بعد تدخلوهم الثلاجه، ومن بعد في الصباح تطيبوهم. المهم ديروا اللي يعجبكم، لكن ضروري من كتحشيو الورقه، تحشيو البريوات او السيجار، ضروري تعطيوها وقتها، يعني تخليوها تنشف، يعني تحاولوا يعني توجدوا هذا الشيء كامل، توجدوه في الصباح بكري، باش يكون عندكم الوقت باش تعطيو الوقت الورقه تنشف. يعني مع الجوج ولا مع الوحده تكون الورقه نشفات. يعني مثلا الا عندكم الطلبيه تنوضوا بكري مع 6، توجدوا الحشوات، يعني توجدوا الحشوات اللي غادي تحشيو بها الورقه، وتخليوها تبرد. راه هذا الشيء يعني كيحتاج الوقت، لهذا انا هذا الشيء كامل وجدته قبل بالنهار، يعني قبل هي بغاتهم في الاثنين وانا وجدتهم في الحد، يعني تعطيوها وقتها، يعني تخليو الحشوه تبرد مزيان، ومن بعد تجيبوا الورقه من المحل وتحشيوها وتخليوهم ينشفوا مزيان. وهاد الطلبيه الا كيبغيوها للكوطي، راه مع 3 ولا مع 4 طيبوهم، راهم ما كياخذوش بزاف ديال الطياب، غير واحد 10 دقائق. الا بغاوهم للغداء راه مع 2. المهم كيكون عندكم اتساع والوقت باش ينشفوا. المهم غادي نكمل معكم، انا كنعطيكم غير معلومه، وخاصه المبتدئات، ونتمنى يعني هاد الملاحظات تستفدوا منها. غادي نكمل معكم جميع الوحدات، ومن بعد ما نكملهم كما قلت لكم، انا خليتهم نشفوا ليا، غير سمحوا لي انا كنعاود الهضره، لكن ضروري نعاود الهضره باش المبتدئات يستافدوا ويتعلموا. نخليهم ينشفوا مزيان. الا عندكم السرجم كما قلت لكم، الا عندكم النافذه تفتحوها وتخليو هذاك الهواء يدخل باش تنشف لكم الورقه. بعد ما تحسوا باللي الورقه بدات كتنشف، عاد دخلوهم الفرن، او الا ما هذيك الاخت ما بغاتش الطلبيه في هذاك اليوم، يمكن لكم تحطوهم في الثلاجه وتخليهم يرتاحوا. المهم غادي نكمل معكم جميع الوحدات كما كتشوفوا، وكما قلت لكم ضروري تخليو الورقه تنشف. غير سمحوا لي هنا كنعاود الهضره بزاف، لكن ضروري، وخاصه المبتدئات. غادي نكمل معكم وغادي نخليها تنشف. بعد ما تنشف ليا مزيان الورقه، كما قلت لكم انا فتحت عليها السرجم او النافذه وخليتها نشفات مزيان. دخلتها للثلاجه، باتت ليله كامله، يعني البريوات والسيجار، ومن بعد حطيتهم، يعني البريوات والسيجار حطيتهم في الصينيه الفرن، وغادي ندهنهم بهذاك الزيت والتحميره. انا سبق لي وشعلت الفرن على درجه الحراره ماكسيمو في الاول. بعد ما تحسوا باللي سخن مزيان، ضروري تخليو الفرن يسخن مزيان، وندخلهم ونقص الحراره الى 180 ونخليهم يطيبوا. هذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو ديال ما بين البريوات والسيجار. نتمنى يعجبكم، ونتمنى نكون على الحسن الظن ديالكم. شكرا على الحسن المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله.